قولا واحدا ما ينفعش. تخيل مثلا انا مريض ضغط وعندي مشاكل في الكلى، ورحت انا خدت دواء اوريدي ينزل الضغط بس يتعب الكلى، النتيجه هتبقى ايه؟ ان الكلى هتتعب اكتر. انا مريض ضغط وعندي حساسيه في صدري وجيت خدت دواء ضغط، بس الاثار الجانبيه للدواء دوت ممكن يعمل ضيق في الشعب الهوائيه، صدري هيقفل اكتر. ففكره تنظيم العلاجات ديت هي حاجه من تخصص الدكتور، ولازم العيان يبقى فاهم ان هو مش مثلا عشان ضغطه عالي يروح واخد البرشامه بتاعت مراته ويقول لك كده كده الضغط هينزل. الموضوع بيجي بتقييم الحاله بالكامل، شاف شكوى المريض، التاريخ المرضي للمريض، التحاليل بتاعته ماشيه ازاي، هل في مشاكل في الكلى، هل في مشاكل في الرئه، هل في مشاكل قبل كده جلطات في المخ. يعني الناس اللي عندهم مثلا جلطات في المخ بيفضل ليهم دواء معين يتاخد عشان يحافظ على ان يخلي شرايين المخ تبقى مفتوحه. الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ليهم نوع تاني ينفع يتاخد. فمش فكره اي دواء ينزل الضغط وخلاص. كتير جدا ممكن يبقى عيان يبقى المشكله الرئيسيه عنده ان هو رجله مورمه، هو ما مش حاسس باي حاجه غير ان هو رجله ورمه، مع اقل مشوار رجلي ورمه، يقيس ضغطه لا ضغطه عالي. فهل ده ينفع يتاخد له دواء معين ولا لازم دواء معين ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ لا، هي كل حاجه ليها حاجه. والدليل على كده ان احنا كل كام سنه يطلع دواء ضغط جديد. ما هو لو الادويه اللي موجوده دلوقتي كانت مغطيه كل الاحتياجات المرضى ما كانش طلع ادويه جديده كل سنه. ومع ذلك لسه شغالين والبحث العلمي ما وقفش ان هو يوصل لكل شويه دواء اللي هو يحاول ينزل الضغط ويحافظ على الكلى، يحافظ على المخ، يحافظ على الشرايين، يقلل مشاكل حدوث المضاعفات اللي بتحصل من الضغط ذات نفسه.